أنت تعرف إيران وإسرائيل وأمريكا والإخوان المسلمين والدولة العظمى قطر هم 5 وجوه لعملة واحدة. وأنا أقول لكم هذه معلومة جديدة، قطر ستنسحب من مجلس التعاون الخليجي، ستتحالف مع إيران ومع تركيا طبعا وإسرائيل وربعهم الأمريكان. هي دولة يعني تعتبر دولة خليجية شقيقة في مجلس التعاون الخليجي. شوف، لا أحد، أنت الآن وضحت الحقيقة أمام العالم ودورها في الأحداث اللي صارت في الربيع العربي ككل. يعني ما تقدر يعني تغطي الشمس بمنخل. واضح للعيان الدور اللي لعبته قطر ضد وزعزعة الأمن أيضا في داخل دول مجلس التعاون الخليجي. هي قاعدة تدعم الحوثيين ضد المملكة العربية السعودية في جنوب في اليمن. هي قاعدة تمول الإرهابيين، هي قاعدة تمول الإرهابيين. هي الآن قاعدة تمول الجيش الإخوانجي بالسلاح وبالتدريب وغيرها. قاعدة تشرف هي وتركيا على هذا الموضوع. هي ستسحب نفسها بنفسها وستنضم إلى تركيا وإلى إيران وإسرائيل ضد دول مجلس التعاون وضد مصر والأردن. تذكر كلامي وهالمعلومة وقول ما قالت هاي شيء. طيب لما نشوف الأحداث يعني